ايه الفرق بين مصر وتركيا؟ لا، مش في السياحة، قصدي عن زراعة الشعر. خلينا نقول ان تركيا اشتهرت بزراعة الشعر بسبب الدعاية اللي عملوها من فترة كبيرة والعروض اللي بيعملوها. معنى كده ان زراعة الشعر مش موجودة في مصر؟ بالعكس تماما، عملية زراعة الشعر موجودة في مصر من زمان جدا، وتعتبر تاني اكتر عملية تجميل بعد عمليات شفط الدهون، وده معناه ان في اقبال شديد عليها لتطور التقنيات خلال السنوات الاخيرة. طب هسألك سؤال، هل تكلفة زراعة الشعر في تركيا اقل من مصر؟ بالعكس، سعر تكلفة العملية يعتبر متقارب مع تركيا. الميزة في مصر هو رقم واحد توفير نفقات السفر والإقامة والطيران، علشان كده التكلفة في مصر أقل من تركيا بكتير. الميزة الأهم جدا في العملية في مصر إن العملية بتحتاج متابعة مع الطبيب المعالج لمدة 6 شهور لسنة، وده بيكون صعب تحقيقه لو سافرت تركيا. آخر حاجة هو فعالية وجودة النتائج اللي بنحققها هنا في مصر خلال فريق طبي متخصص في زراعة الشعر لأكثر من 12 سنة.